السلام عليكم حبيبي في الله، عاملين ايه؟ معاكم الشربيني، واكيد ده فيديو جديد. زي ما قلت لكم ان شاء الله احنا هنسجل الدوره دي يوم بيوم. عشان كده احنا اخر مره كان اليوم الثالث اي ثينك يعني، والنهارده اليوم الثامن زي ما وعدتكم او فيت يعني. اللي بيخليني والله ما اسجلش كل يوم هي فكره ان احنا لا نفعل شيئا جديدا. فالحمد لله الامور مستقره الحمد لله. الوضع العام زي الفل، سحب الميه سحب العلف. انت خلاص ده في كتكوت بيطلع عليا حرفيا بيتسلقني يعني. الحيويه تمام. خدنا الوزن اليوم السابع، بسم الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. والدنيا زي الفل يعني. بس برضو سريعا كده هقول لكم احنا عملنا ايه اخر 3 4 ايام. طبعا ده صوت الشفاط. النهارده اليوم الثامن بدات اشغل الشفاط، لان خلاص بقى بدات الاحظ ان الامونيا بدات تعلى سنه، فخلاص بقى قفلنا الشبابيك واعتمدنا بقى على النظام الداخلي والعنبر المغلق وشغلنا الشفاط. وطبعا ده شفاط متر في متر، فحرفيا ممكن يسحبك انت شخصيا. فانا مشغله تقريبا 10 ثواني ولا 20 ثانيه، 10 ثواني او 10 ثواني كل 4 دقائق. بعدين لقيت ان 4 دقائق ده كتير شويه، فقللت الايقاف خليته دقيقتين، ده بس لمده يومين 3 ولا حاجه. بعد كده ان شاء الله هنزود بقى التشغيل ان شاء الله، ونقلل الايقاف لحد ما يبقوا الاثنين تقريبا يعني تقريبا قريبين من بعض او زي بعض يعني. طبعا مش كده، ما هوناش كده، في معادلات وفي حسابات عملناها لحد ما قدرنا نوصل تقريبا لهذا الرقم او لهذه المده من التشغيل وهذه المده من الايقاف. المهم زي ما انتم عارفين ان احنا حققنا على طول الفريق 2 والفاكسين في اليوم الثاني، وقطرنا برضو اي بي بعدها. بعد الحقن على طول مشينا 3 ايام بالنهار ترايكوزين 2 سم على اللتر، وبالليل مشيت ببروفيت بلس الاف سي ار، لكن وقفنا العسل الاسود. وقفنا العسل الاسود طبعا الكلام ده كان 3 ايام. وبرده البروفيت والاف سي ار قللنا الجرعه بتاعته لما جاي بقى ننزل بيه تاني. يعني انا بنزل بيه مكثف، بس هو اصلا اي بروبيوتيك في الدنيا اول يومين 3 بحب اكثف جدا جدا البروبيوتيك يعني. المهم بعد ما حققنا اليوم الثاني او هو كان يوم الاول يعني بعد الصفر، فضلنا ماشيين 3 ايام ترايكوزين بالنهار وبالليل بروفيت بلس اف سي ار بس. وفضلنا ماشيين كده بقى لحد تقريبا اليوم الخامس بالنهار ترايكوزين بالليل بروفيت بلس اف سي ار. في اليوم السادس بقى حققنا ميت اتش اي بي مع اتش 9، اتش اي بي مع اتش 9. وفي برده كده ساقه كده في النص نزلت بيها ميه بيضاء عشان برضو ايه اريح الكتكوت شويه، وان كان برضو هو ستيل كتكوت يعني لسه مفيش بيه اي حاجه ترهقه قوي يعني. المهم اليوم السادس قطرنا او حققنا اتش 9 بلس اتش اي بي، وبالليل كانت بدايه السقوه المفضله بالنسبه لي والله. يمكن دي من اقوى السقوات اللي بتاسس الشاسيه كده بتاع الفرخ والكتكوت نفسه كده والرجليه بقى وكل الكلام الجميل ده والجسم بتاعه الشاسيه الهيكل نفسه، هي سقوه البهكفكولين مع الاملاح. فاليوم السادس والسابع والثامن اللي هو النهارده 3 ايام دول مشيت بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار بهكفكولين واملاح. والاملاح بتوصى بيها شويه يعني، بنزل بيها 3 سم 4 سم لحد 5 سم معاك عادي جدا. البهكفكولين لا، بنزل بيه سم او 2 سم بالكثير قوي. فبنزل بالنهار سقوه بهكفكولين واملاح، وبالليل بنزل سقوه ماء ابيض ميه بيضه. بحب على قد ما اقدر بحب اطلع لي مثلا من الدوره اللي هي 35 يوم اطلع لي مثلا ب 10 ايام كده ولا اسبوع حتى ميه بيضاء. فالمهم بس ده اللي احنا نزلنا بيه، مفيش اي جديد نزلنا بيه تقريبا يعني. من اول الدوره لحد دلوقتي كل اللي نزلنا بيه بروفيت اف سي ار عسل اسود ترايكوزين بهكفكولين املاح معدنيه، بس مفيش اي حاجه مختلفه نزلنا بيها. ده كده لحد اليوم الثامن اللي هو النهارده. امبارح بقى اليوم السابع كان يوم فارق شويه في حياتي او في حياه اصحاب العنبر. ليه؟ لان انا بالنسبه لي كنت عايز اشوف هو هل انا اقدر اوصل بالعدد ده لنفس متوسط الوزن اللي انا بوصل له في البطاريات، وده عدد ارضي. ما اكدبش عليكم اللهم بارك، ده كان تحدي كبير بالنسبه لي. وانا بالنسبه لي كنت شايف لا، ان والله 90% مش هوصل للمتوسط اللي بوصله في البطاريات. بسم الله اللهم بارك يعني، بسم الله ما شاء الله كنا بنوصل يعني 200 و220 متوسط، 200 جرام و220 جرام المتوسط، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبرده الدوره اللي نزلتها كان يوم السابع نفس الكلام برده. فبسم الله ما شاء الله ده الطبيعي في البطاريات. اما الارضي لا، الارضي بيختلف. حتى انا صاحب العنبر كان بيقول لي ده الجدول اللي احنا ماشيين عليه ايام زمان يعني. الجدول ده كان مكتوب فيه 170 تقريبا متوسط، 170 في 7 ايام يعني. وانا بالنسبه لي 170 مش وحش 170 في الارضي مش وحش، مش كارثه يعني. 170 180 ده كده في الارضي طبيعي جدا ومقبول جدا جدا يعني. بس اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يعني، حاجه انا نفسي مش متخيلها والله، وفرحان جدا 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 بيها. انا مبسوط جدا والله، انا اسعد خلق الله والله. ليله امس كنت فرحان جدا بفضل من الله سبحانه وتعالى. في نهايه اليوم السابع بفضل من الله احنا متوسطنا تربيه ارضي عدد 3000 ونص، بسم الله ما شاء الله. متوسطنا كان 210 جرام، ده
تربيه ارض. انا عارف ان في ناس هتقول ايه عادي، انا وصلت لها قبل كده تربيه ارض. تمام، ربنا يوفقك يا رب وجزاك الله خيرا، وربنا رب يجعل كل دوراتك كده واكتر والله. بس انا مبسوط ليه؟ مبسوط لان اصحاب العنبر الرقم ده ما حققوش قبل كده بفضل من ربنا، اللهم بارك. مبسوط لان انا قدرت اوصل برضو لنفس جدول البطاريات وانا مربي ارضي. مبسوط لان برضو الكتكوت ده كان كتكوت يعني مش كتكوت، او انا مجربه قبل كده، كان برضو لسه اول مره اجربه، فبالنسبه لي كانت تحديات كتير قوي يعني. بس اللهم بارك اللهم بارك. متوسط اليوم السابع 210 جرام، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يعني. ودي حاجه كان يعني انا بالنسبه لي كنت مبسوط جدا 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 بيها يعني. المهم من النهارده اليوم الثامن بدات اهوي زي ما قلت لكم من الشفاط، خلاص بقى قلبنا بقى عنبر مغلق تماما. قبل كده كنت بهوي من الشبابيك، بفتح البحري بفتح القبلي وبهوي. باجي مثلا بالليل احاول بالنهار بفتح القبلي والبحري وهدي الشعلات او اطفي شعله، بالنهار بقفل القبلي والبحري، او قصدي بالليل بقفل القبلي واسيب البحري او اعكس. المهم يعني ايه، بقفل معظم الشبابيك، برضو بعلي سنه الشعلات، لان الفجر في المزارع اللي هي زي كده في الصحراء ولا في الزراعه بيكون الجو بالليل حاجه صعبه خالص 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 يعني. طيب ايه تاني؟ بالنسبه للنافق، النافق عندنا يعني قد يبدو عالي شويه، بس انا بالنسبه لي مقبول. النافق عندنا تقريبا 1.9، يعني لسه ما وصلناش 2%. اول اسبوع طبيعي يروح منك 1%، في الظروف الشديده الصعبه اللي الكتكوت فيها مش نظيف ممكن نقول ممكن 1.5%، لكن 2% اول اسبوع مش كويس قوي. يمكن دي برضو الحاجه اللي هي ايه مقلقانا شويه، بس برضو انا شايف ان الدنيا طبيعي يعني. انا نفسي في كتكوت فتحته اول امبارح بالظبط، ما فيش فيه اي حاجه، كتكوت سليم 100% يعني. فممكن نقول ايه طبيعي جدا. الصوائط زي ما قلت لكم، الصوائط اول اسبوع اول 7 ايام جميع الصوائط بتقع منك، بعد بقى تحصينه بعد حقنه بعد نض حيوي بعد اي شيء الصوائط بتقع منك. وانا بالنسبه لي كويس، مفيش مشكله خالص يعني. وخصوصا زي ما قلت لكم في ظل الوبائيه الحاليه وفي ظل الكتكوت السيء، فطبيعي جدا النسبه اللي احنا متعودين عليها تزيد سن. وان كان برضو انا من النهارده بقى اليوم الثامن لا، هنبدا بقى نودي المعمل ونشوف القصه فيها ايه لو لا قدر الله الكيرف ما نزلش. بس اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، الكيرف نزل جدا يعني. النهارده اعتقد العامل بيقول لي مطلعين بس 3 النهارده، ف3 ده كده الكيرف نزل خالص يعني من 10 او 12 ل3. ففعلا فعلا بعد اسبوع او بعد 6 ايام بيبدا الموضوع يهدى بقى خلاص. الصوائط راحت يعني. في بس 4 سرده خالص، فانا خلاص عدمتهم او قلت يعني العامل يعدمهم، لان دول سرده خالص يعني، ضايعين يعني المتوسط مثلا الكتكوت 210 جرام، دول ممكن مثلا تلاقيهم 70 80 جرام بالعافيه يعني. فدول لا، دول اللي تعدموا خلاص. دول يعني بيكونوا عرضه، او اول حاجه الفيروس او البكتيريا بتنشط فيهم، وهيكلفوك اكل وشرب وادويه، ومش مش هيزيدوا يعني. فبنحاول نتخلص منهم على قد ما نقدر، طبعا مش كلهم يعني. في سرده قدامي مثلا بتاع 10 12 فرخه واضحين بالنسبه لي. لا انا بالنسبه لي لا، خدت مثلا منهم بتاع 5 6 او 4 كمان مش فاكر والله، 4 اللي هم لا انا مش شايف فيهم امل خالص يعني. اما في العموم اصلا انا مش شغال جزار، في العموم انا مش بحب اصلا ايه اعدم اي شيء يعني. المهم ايه تاني؟ خلاص الجامبو شغلناه الحمد لله يعني. شغلناه من اليوم السادس تقريبا بفضل من ربنا يعني. الكتكوت الحمد لله زي ما قلت لكم ولا نبل ولا جامبو. في حاجه اسمها بنعود الكتكوت نبل وجامبو. الكتكوت ده على يعني بص على اكله وشربه اذكى مما انت متخيل يعني. مش حاجه بقى اسمها ايه هنخبط على النبل عشان نعلم الكتكوت، ولا في حاجه اسمها مثلا ايه هنخبط له على الجامبو. هو الميه بيشوفها بيروح يشربها ولو نزلوا منين يعني. فشغلنا الجامبو. برضو العلافات الكبيره بدانا ننزلها النهارده او امبارح بالليل اول مره ننزلها، بس ستيل محافظين على علافات السمان. طبعا واضحه في الكاميرا عندكم، لسه محافظين على علافات السمان. علافات السمان دي عن تجربه بتكفي معاك لحد اليوم ال 11 او ال 12 بالكثير يعني. بعد اليوم ال 12 هيبدا الفرخ مش قادر ينزل راسه لحد القاع بتاعها او لحد الارضيه بتاعتها، فبالتالي هتحط العلافات هتلاقي الفراخ بعد العمر ال 12 يوم بتاكل نص العلافه وميته من الجوع، خلاص راسها او دماغها مش قادره تخش فيها يعني. فلكن هي انا بالنسبه لي انا هسيبها لحد اليوم العاشر بس يعني، عشان بس ايه ما نزهقش العمال يعني. بس انا بالنسبه لي يعني دي حرفيا حاجه اختراع بالنسبه لي يعني. حرفيا من ساعه ما جربتها من اكتر من سنه، ودي فعلا بجد حاجه محترمه جدا جدا جدا. في الارض في البطاريات حاجه في غايه الروعه، حتى يعني اصحاب العنبر متمزجين قوي قوي بيها يعني. وان شاء الله بقى الدوره الجايه ان شاء الله نحاول بقى ايه نلغي خالص اطباق التحضير دي ونشتغل بيها هي بس باذن الله باذن الله من تاني يوم مثلا يعني. اول يوم ماشي ممكن نسيب اطباق التحضير اول يوم ولا اول 48 ساعه مش مشكله خالص، لكن بعد كده عيش يا فندم. احنا في البطاريات ولا بنفرش جرايد ولا بنفرش اي كرتونه ولا بنحط اي طبق تحضير، وبفضل من ربنا اعلى متوسط واعلى استهلاك علف، وبفضل من ربنا اعلى متوسط اعلى استهلاك علف في الدنيا زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. بس يكون محافظ على المساحه العلفيه يعني. مثلا مش تبقى العين بتاعتك مثلا طولها 3 متر في عرض 60 سم
حاطط لي علافه ولا اتنين، لا زود مش مشكله خالص. بس تقريبا دي كل حاجه عملناها. الحراره النهارده اليوم الثامن، بدات بقى خلاص قلت للعمال النهارده لا خلوها 30 مثلا، 30 دلوقتي كويس جدا، ولو 29 ونص او 29 برده مش هتزعلني في حاجه. برده الفرخ هو اهم حاجه، الفرخ عينينا ده اهم حاجه يعني. عشان كده النهارده الحمد لله قمنا بتشغيل الشفاط. انا خلاص انا شايف ان ده وقت مناسب يعني. طبعا في قدامي ستاره، لو وريتها لكم اخر مره، الستاره دي وباب العنبر برده مقفول يعني، في ستاره باب العنبر مقفول وكل الشبابيك يمين وشمال مقفوله. انا فاتح بس شباك حرف 7 صغيره كده جدا يمين وشمال، يعني بحر وقبلي، شباك مفتوح حرف 7 كده صغير جدا. يعني الشفاط ده لو انا سبت له المجال مفتوح ده هيخرب الدنيا، ولكن احنا قافلين كل شيء، مجرد بس ايه بيسحب من شباك كده ولا اتنين، بيفضي بقى ايه على الاربع 5 باكيات دول. فبرضه النفس بسيط، وبرضه هو بيشتغل 10 ثواني، فال 10 ثواني دول يعني يا دوب بس ايه بيسحب نفس كده. والحمد لله الدنيا زي الفل، اللهم بارك يعني. وادعوا لنا يا رب يا رب يا رب يكملها على خير، ويا رب يا رب يا رب نفضل محققين نتائج مبهره وعظيمه كده ترضينا وترضي اصحاب العنبر، وان شاء الله خير. ويا رب يا رب يبعد عننا الميكروبلازما يا رب والفيروسات، وبس ان شاء الله خير باذن الله. طيب الايام اللي جايه همشي بايه؟ الايام اللي جايه هاكثر برضو من الميه البيضاء، الكام يوم اللي جايين قبل جرعه الكوليستيريديا والكوكسيديا هاكثر برضو من الميه البيضاء، او هثبت دايما سقوه ميه بيضاء. والسقوه الثانيه بقى ممكن بقى ايه نبدا نشتغل بقى ايه، لو هنشتغل برافع مناعه، لو هنكمل برضو بالبروفيت والاف سي ار، لان بفضل من ربنا بعد ربنا البروفيت كان من اقوى الاسباب اللي وصلتنا للوزن ده. انا لسه مش عايز اتسرع في الحكم عليه، بس بسم الله ما شاء الله يعني البروفيت او البروبيوتيك بتاع شركه رويال بسم الله ما شاء الله عليه، اللهم بارك اللهم بارك، حاجه محترمه جدا. وده تقريبا المنتج الوحيد عندهم اصلا، انا ما لقيتش حد بيذم فيه. المنتج الوحيد تقريبا اللي ما لقيتش اي حد بيذم فيه هو البروفيت اللي هو البروبيوتيك. بس لسه ان شاء الله احنا جايبين، انا جايب كتير قوي منه، يعني حرفيا انا جايب حوالي كرتونه منه، فلسه برضه ان شاء الله لحد اخر الدوره لما نشوف البروفيت والاف سي ار تاثيرهم ايه على الفرخه والتحويل والوزن والصدر. الاف سي ار ده بيقولوا عليه كلام اشعار في القصه دي، فهنشوف. بس مبدئيا كده البروفيت شابوه، البروفيت شابوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. وزي ما قلت لكم ده المتوسط يعني، بفضل من ربنا في كتاكيت في اليوم السابع، لا مش عايزين نقول الارقام بتاعتها، ودي تربيه ارضي يعني، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يعني. بس عشان ما اطولش عليكم، ربنا رب يكتب لنا الخير يا رب نحن واياكم، وربنا رب يا رب يا رب يفرحنا نحن واياكم. وبس كده ان شاء الله بقى بكره انا رايح معرض الكتاب، دي بقى حاجه مالهاش علاقه خالص بالدواجن، لو في اي حد محتاج اي حاجه ولا على سبيل ان الفيديو ده هينزل قبل ما اروح يعني، ده هينزل بعد ما انا اجي باسبوع ولا حاجه فان شاء الله بكره رايح معرض الكتاب، لو في اي حد عايز اي كتاب ولا اي حاجه طلباتك بس كده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.